مش هندي صوتي لحد. هل ده كافي؟ يعني مش انا هكلم حضرتك بكل صراحه. أيوه. جمال عبد الناصر ما كانش اي رئيس، هو كان زعيم، وما كانش زعيم مصر، ده كان زعيم الامه العربيه. فناس كتير ممكن تكون بتتساءل دلوقتي وتقول كنا متوقعين من لما يكون معانا دلوقتي مهندس عبد الحكيم عبد الناصر، وانه ليك رأي سياسي وكنت موجود مع الثوره، وبالتالي اذا انت مهتم بالعمل السياسي، انه كان من الممكن يبقى لك موقف اكثر ايجابيه او صوت اعلى من ذلك قبل الثوره. لا يعني هي مش يعني هو الواحد لقى نفسه، يعني حتى في ناس بعد الثوره سالوني قالوا لي يعني انت هتعمل؟ قلت لهم السياسه دي مش عمل، دي بتبقى حاله. يعني عندنا كله النهارده كل واحد منغمس في الحاله السياسيه اللي موجوده في مصر في 25 يناير. وبعدين كنا مستنيين الشباب يعملوها بقى، احنا كبرنا، يعني احنا عدينا في فترات كتير قوي بصراحه. يعني انا من سنه 73، يعني من بعد 73 لغايه يناير، يعني شفنا حاجات كتير قوي، يعني كانت صعبه جدا. مريتوا باوقات صعبه كاسره الرئيس الراحل عبد الناصر؟ يعني انا ما انساش ياما الوالده كانت يعني كانت تنزل، يعني يخلوها، يعني كانت تنزل تبكي كده من الافتراءات والحاجات اللي كنت بتشوفها مكتوبه على والدي. زي ايه؟ يعني لما حضرتك بتسترجع دلوقتي، وانا حاسه بالمراره والالم في كلام حضرتك، لما بتسترجع الفتره دي، ايه اكتر شيء حضرتك شايف ان هو كان فيه جرح بالنسبه لكم واهانه كاسره رئيس الراحل عبد الناصر؟ كفايه انه ما فيش اي انصاف لاي شيء. يعني النهارده مثلا تكريس الهزيمه، اسمه ايه ده، تضخيم ان كان مجتمع جمال في الستينات ده وفتره جمال عبد الناصر، يعني مجتمع الناس ماشيه تتلفت حواليها، مجتمع الارهاب الفكري ممنوع، الناس كأنها عايشه في رعب. يعني عارفه حتى كلام ما يخشش العقل. يعني ازاي في حاكم الناس عايشه في عصره هذه الحياه الكئيبه، ويوم ما يتنحى يطلعوا ملايين يقولوا له ارجع. يعني كان وضع طبيعي لما يتنحى يبقى خلاص ما صدقوا خلصوا منه، يقولوا له سلام عليكم. ودي نمره واحد. نمره اتنين، وبعد كده كمان لما يتوفى تطلع الملايين تمشي وراه وتفضل البلد، يعني يمكن انت ما حضرتيش الفتره دي، بس البلد يعني كان فعلا حزن حقيقي في مصر وفي العالم العربي كله. طب ازاي؟ انا ما بقولش يعني ما فيش اي تجربه انسانيه فيها ايجابياتها وفيها سلبياتها، بس هل ما فيهاش الا سلبيات؟ يعني ما كانش بيتكلموا الا على السلبيات وشككوا في الذمه الماليه، والحمد لله يعني ربنا نصفه وقال لك عصر المعتقلات. ساب لكم كام الرئيس الراحل عبد الناصر؟ يعني ساب لنا اللي كان مصاريف البيت اللي كانت موجوده في البيت وقتها اللي بس ما كانش فيه مبلغ في البنك، ما كانش فيه فلوس في خزنة البيت، ما كانش فيه. لا، ساب لنا اللي هي الملايين اللي كان بيتكلم عنها عبد الحليم حافظ، يا جمال يا حبيب الملايين، هي دي الملايين اللي سابها لنا. والحمد لله طلعت أبقى من أي مليارات تانية يعني. طيب ده ما مضى، ويعني حضرتك بتقول ان احنا دلوقتي في عهد جديد الحمد لله. شايف تطور الوضع السياسي في مصر ازاي من يوم، مش هقول 25 يناير، هقول من يوم 11 فبراير ولغايه النهارده؟ لا طبعا هو انا شايف طبعا اللي احنا فيه هو يعني احنا النهارده شايفين، يعني لو الناس حتى بتتكلم ان الامور ماشيه في حاجات بطيئه جدا وحاجات كده، لكن انا يعني بقول ده برضو نوع من يعني اللي احنا فيه النهارده كان حلم يعني. لكن يعني النهارده لازم الثوره اللي هي الثوره يعني ايه، يعني بتغير شيء بالكامل. ما كان ما قبل الثورة ده لازم يتغير بالكامل لما بعد الثورة. يعني شايف لازم يعني في إجراءات معينة لازم تبقى الأمور فيها تحسن. شايف إن في بطء في اتخاذ بعض القرارات؟ شايف يعني هي مش في كل القرارات، في قرارات شايف إن في بطء، وفي رموز معينة برضو التعامل معاها ببطء جديد،
وفي حاجات تانية الحمد لله يعني تحسي فيها حركة يعني. يعني هو طبعا وزارة بتاعت الدكتور عصام شرف دي طبعا كانت شيء جميل جدا، انها حاجة ادت روح جديدة ودفعة جديدة خالص للناس اللي كانت منتظرة بعد الثورة. النهارده التعامل بعد مع ملفات ابتدى يختلف جدا، يعني النهارده ابتدينا من قبل هذه الوزارة، من قبل طبعا هذه الوزارة. يعني النهارده الملف بقى فيه تاني نرجع لأصولنا العربية والدائرة العربية، وبنتكلم تاني على النهارده ابتدينا نبص على أفريقيا بمنظور تاني. يعني لا، في أمور طبعا مختلفة كتير. أنا لسه معرفتش لغاية دلوقتي حضرتك ناوي فعلا تترشح ولا لسه بتفكر ولا مش وارد بالنسبة لحضرتك؟ لا، هو بقول لك لغايه دلوقتي انا الموضوع عمره ما جه في نيتي خالص. لكن لما بدأ يبقى فيه ولما ناس بدأ بتطالبك يجي بده. انا ضحكت، حتى في واحد قلت لهم يعني ده النهارده قاعدين الناس، يعني انتوا قلبتوا طيرتوا الدنيا علشان خاطر موضوع التوريث، فجايين النهارده بتبصوا انا يعني بس توريث ايه والرئيس الراحل عبد الناصر متوفي بقاله 40 سنة. يعني يمكن انا عشان شبهه شويه يعني شايف في نفسك ان حضرتك ممكن انك تكون رئيس جمهورية مصر العربية كان عندي مشكله فظيعه جدا. تشيل المسؤولية دي ولا لا؟ لا، انا شايف اقول لك هي مشكله فظيعه جدا ان الناس بترشحني علشان هي عايزه جمال عبد الناصر، وده يعني حمل لا فوق طاقه البشر. خلينا نتكلم. طيب كويس. لا ومفيش وده حد بالنسبه لي بيتكرر. وده بالنسبه لي يعني ما تتصوريش، يعني بحس ان كأن ال 37 سنه اللي كأنهم يعني اتمسحوا. يعني يعني عارف فعلا رد اعتبار مش قادر اوصف لك ايه يعني حضرتك فعلا شفت نفسي. البيج اللي على الفيسبوك كمان اللي بتطالب حضرتك بالترشح، شفتها طبعا. في كذا واحد يعني فعلا خلتني عايز انزل تاني اللي بتوع ميدان التحرير دول، يعني ابوسهم كلهم واحد واحد. اسرتك صحيح، اخوات حضرتك يعني ابناء الزعيم الراحل عبد الناصر، زوجتك، ولادك، اصدقائك، مفيش اي حد شجعك قال لك والله يعني ليه لا؟ اصل انا عايز اقول لك حاجه، احنا عشنا اصل حياه رئيس الجمهوريه دي حياه، يعني احنا عشناها، شفنا يعني شفنا الوالد ده لم يتمتع، يعني كان ما تمتعش بلحظه من حياته حقيقي يعني. يعني حياه فعلا قاسيه جدا. ولو قريتي، حتى لو قريتي الذكريات اللي كاتباها الوالده اللي لسه نازله قريب دي، هتكتشفي حاجه غريبه جدا. هتكتشفي ان هم تزوجوا يعني في 29 يونيو 44. وبعد ما طلعوا اسكندريه اسبوعين ورجعوا، هتكتشفي ان هو من يوم ما رجعوا في 13 يوليو قعد يشتغل لغايه الساعه 6 وربع 28 سبتمبر 70. ما فيش وقت لنفسه ما او فيش خالص لاسرته للراحه، ما فيش ده. لا يعني ما هو دي هي طبعا رئاسه الجمهوريه دي فيها شق تاني بقى حلو جدا. يعني ممكن تعيشي عيشه، بس المفروض يعني تختاري بقى عيشه ملوكي، رغم ان هي كانت ثوره على الملكيه يعني، لكن بيتقال عليها كده. ممكن تعيشي عيشه ملوكي عشتوها جدا. دي، عشتوها يا بس باشمهندس. العيشه الملوكي دي ثمنها انك لو حصل مشكله وتنحيتي مش هتطلع ملايين تقول لك ارجعي. ولو تطلعي بجوار ربك مش هتطلع الملايين. كويس، يبقى ده رد على سؤالي انه عشتوها بالتاكيد. لا ده اللي انا افهمه. طب اسمح لي، في ناس كتير حابين يعني هم يتكلموا مع حضرتك. الفنان صلاح السعدني عايز ان هو يكلم حضرتك. وخلينا ما بين تليفون وتليفون، لسه عندي اسئله كتير، فبعد اذن حضرتك نرجع تاني ونتكلم. وهفترض انه لو حضرتك في السلطه، وهفترض انه لو حضرتك قبلت انك تترشح كرئيس للجمهوريه، ايه اللي بتحلم بيه لمصر، او ايه رؤيتك ان مصر تكون محتاجاه اقتصاديا سياسيا؟ هتعمل ايه في المعاهدات، في معاهده كامب ديفيد مثلا تحديدا؟ دي مشكله برضه يعني. انا هعمل، يعني انا خايف اعمل حاجه تلاقي نفسنا في حرب بكره ولا حاجه. ما انا هرجع لحضرتك، بس اسمح لي، معانا الفنان الكبير الاستاذ صلاح السعدني. مساء الخير يا استاذ صلاح. استاذ صلاح مساء الخير. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام، اهلا بحضرتك. ايه النور ده؟ استاذ انتم منورين الدنيا بانكم استضفتوا النهارده صديقي وحبيبي عبد الحكيم جمال عبد الناصر. انت اللي حبيبي يا صلاح يعني. يعني دي انت والله يرحم اخوك يعني. من اثار مصر. جمال عبد الناصر ده تجربه انسانيه مصريه على مستوى
لم يشهد لها التاريخ المصري مثل. يعني دي حاجه من الامثال النادره جدا، المضيئه جدا، الكبيره جدا. وبعدين عبد الناصر، انا قلت ان الثوره اللي حصلت اخيرا دي تخطت ثوره عبد الناصر وسعد زغلول. ليه؟ لان عبد الناصر في النهايه كان فتوه، وكان من قاده القوات المسلحه المصريه العظيمه، وكان معاه دبابات، وكان معاه ناس يطلعوا بالدبابات دي وكان في 80,000 عسكري انجليزي في مصر. ورغم هذا ما همهمش، وحطوا اعمارهم على اكفهم، وشالوا رقابهم فوق ايديهم، ونزلوا. واسره محمد علي بقى لها اكثر من 150 سنه بتحكم. وشيء دي تجربه رهيبه، بس كان معاهم سلاح، وكان معاهم وكانوا معدين لهذا. انما الشباب اللي نزل في يناير ده